مباراة الزمالك وأصفهان بعد تعدي الكابتن حسام حسن على حكم المباراة اعتراضا على احتساب ضربة جزاء. أيضا يمكن معنا سبق للبرنامج فراعين الكورة ينشر نص شكوى الزمالك للمجلس القومي للرياضة بسبب تظلم من البث الفضائي. أول ظهور لهذه الشكوى في برنامج نصها زي ما كتبها خطا الشؤون القانونية ووافق عليها مجلس الإدارة بالتفاصيل والتقسيمات. لو معنا على الشاشة أستاذ خالد، وأنا بستقبل زميلي أحمد عبود من نادي الزمالك. أحمد عبود، وماذا لديك في القلعة البيضاء؟ السلام عليكم جميعا استاذ عبد الناصر. دقيقتين يا أحمد لو سمحت. طيب ما فيش، هو كل اللي وصل لنا ان انا وصل لي تليفون من الامارات طبعا بالغاء مباراه الزمالك الوديه مع نادي بني اصفهان الايراني. ايوه. واللي كان بيحكمها الحكم الاماراتي محمد عبد الله بسبب المشاجرات اللي حصلت بسبب ضربه جزاء على احمد غانم سلطان. ايوه. طبعا هنا في النادي كان يعني شبه جاهلين تماما بالخبر، وكنت مع الدكتور اشرف صبحي وبيجري بعض المكالمات للتاكد من صحه الخبر ده يعني اعتقد ان احنا عرفنا الخبر قبل ما يعرفوا المسؤولين في نادي الزمالك. قبل ما يعرف المسؤولين وقبل ما يعرف اي حد من نادي الزمالك، لان انا عرفت الخبر وانا كان بيني وبين نادي الزمالك 10 دقائق للوصول. ايوه. فجالي التليفون من الامارات، والحقيقه ما حدش كان يعرف بيه اي شيء. حتى كلمت مستشار جلال قال لي لا لسه ما اتاكدتش، وهم الحقيقه بيحاولوا يجروا هنا المسؤولين اتصالات برئيس البعثه الكابتن طارق غورين لمعرفه حقيقه ما حدث بالتفصيل. يعني بشكرك. اذا زميلنا احمد عبود مراسل برنامج فراعين الكوره يؤكد خبر اليوم في برنامج فراعين الكوره هذا السبق، يعني بشكر عليه زميلنا المحرر العام الاستاذ حسين يوسف. الغاء مباراه الزمالك واصفهان بعد تعدي حسام حسن على حكم المباراه الاماراتي بسبب ضربه جزاء اعتبرها ظالمه ضد احمد غانم. وايضا ننفرد بهذه المذكره التي ذهبت الى المجلس القومي للرياضه نصا وخطا من الشؤون القانونيه بنادي الزمالك ضد حقوق البث. ويمكن انا اخوض معاكم في هذه المذكره في حلقه السبت.